السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم كنصور لكم هاد البلاصة هادي. المهم كنت جالسة ما بيا ما عليا، انتقل لي هاد الطنطون. نوض يا فردوس تمشي، نوض ديري لا مارش ولا تجري. كنت كنجري ودابا كنتمشى بشوية عليا. هاد المنظر زويون، غير وكان غراتني الشمس، بانت لي واحد الشميسة زويونة. وانا نخرج ما لبستش الكبوط، لبست غير الجيلي. وما نعاود لكم شي واحد السم كاين، واحد البروده مهم. ولكن قلت معليش، حيت دابا فاش غنكمل الفيديو غنمشي كنجري هكا ما غيجينيش البروده. المهم انا غنصور لكم هذا الموطع الزويون، خصوصا في الربيع. فصل الربيع كيكون غزال غزال غزال. هاد البلاصه كتكون فنه. وصراحه جيتني البال وقلت نصور لكم بعض المقتطفات ونشاركهم معكم. يلا خليكم مع هاد المناظر اللي غنصور لكم ان شاء الله. لا والواعره البنات اللي غتعجبكم هي مشقه شعري بالزيوت كاملين. ما خليت زيت ما درتو في شعري. وكنت جالسه في رحمه الله، وقلت لا الا دوشت صافي ما نقدرش نخرج. اللهم نخرج دابا وعاد نجي نغسل شعري وندير التحمحيمه ديال الويكاند بالصابون البلدي والحاله وصافي. المهم شوفوا الشمس يا سلام. عرفتوا حمد الله اللي عندكم الشمس المغرب. زعما عندكم الشمس بزاف، ماشي بحال حنايا كتخرج غير مره مره. ما كيبانش هذا الموضوع كما في الحقيقه. عرفتوا في الحقيقه زعما في الواقع غزال بزاف والله. عرفتوا خساره ما كيبانش مزيان. ولكن راه كتسمعوا الطيور كيفاش كيديروا. عرفتوا هاد البلاصه في هذا في شهر 3 شهر 4 كيفاش كتكون غزاله فنه. شوفوا هاد الموطع شحال مزيون. انا كلشي هادشي كنشوفو مزيون، يعني ما نعرف ماشي كلشي الناس كاملين غيبان لهم هاد المنظر هكا كيفاجي على القلب. ولكن انا من نوع الطبيعه كتسالي معايا، يعني كتعجبني بزاف. عرفتو جالسه كنتمشى وكنشوف واحد الطياره غاده. يا ربي دعيو معايا نقدر نجي المغرب هاد الصيف، الله يسهل عليا يا ربي يا ربي. حيتاش ليبيا غاليين بزاف بزاف. مهم الله يسهل على الجميع. دابا ان شاء الله بعد ما كملت الدوره ديالي جريت وتاملت وتنفست وهزيت البروده مع راسي. دابا ان شاء الله غنمشي للدار نشارك معكم واحد الماسك زوين بزاف. عندي المكونات، انا اول مره غنديرو. ان شاء الله غنشاركو معكم ونشوفوا النتيجه جميعا، يعني اول مره غنديرو وغنشوف النتيجه معكم ان شاء الله. يلا خليتكم معايا تنمشيو للدار. اول وصفه غنشارك معكم هي هذا المقشر ديال الجسم، خطير ومرطب في نفس الوقت. غنحتاج القهوه والسكر والكوكو واي نوع من الزيت. انا كندير هذه روعه للبنات لترطيب البشره، وحتى داك ازاله داك الخطوط اللي كيكونوا باقي ملونين، يعني ماشي البيضين. وكذلك غنضيف النيله الزرقاء واعره، بالحق تكون لفغي. كما شفتوا هذا هو القوام ديال الخلطه، يعني كيبقى شويه هيدا قاصح. كنعمل كوكو وكنعمل الماء الورد وكنعمل النيله هذا والقهوه والسكر. عرفتوا راه كتعطي واحد اللمعان للبشره للجسم، وراه كنديرها حتى لوجهي، يعني كتعتبر مقشر ومرطب في نفس الوقت. وهنايا كما شفتوا كنجرب معكم غير في يدي تشوفوا كيفاش يعني كيفاش كيبقى اليد مور هاد الماسك ولا هاد المقشر. جربوها البنات، راه غزاله. الكوكو والسكر والقهوه والنيله والماء الورد، عرفتوا راه غزالين. واضافه هداك الزيت الا بغيتو، يعني نتوما كيما بغيتو، حيت الكوكو راه كافي.
هنايا من بعد ما غسلت يدي انا فاش كنعمل هاد الخلطه للجسم ديالي راه ما كنديرش الجيل، يعني كنحك بالصابون البلدي ومن بعد كنعمل هاد الخلطه هادي وصافي، ما كنعملش جيل دوش. وبالنسبه للصابون وبالنسبه البلدي اللي البنات استعملته الصابون هاد البلدي اللي النهار هو غندير هذا ديال اليوم النيله الزرقاء، راه فيه النيله حتى هو حيتاش هانتوما. الا عقلتو راه كنت طلات معايا بزاف من المغرب. هانتوما البنات النتيجه ديال اليد ديالي، هانتوما البنات من بعد ما دوشت شوفوا الوجه ديالي ما شاء الله على داك الكوماج روعه. ودابا غنمر معكم لتحضير الماسك ديال الوجه اللي غزال بزاف. هنايا غنستعمل البيافين وغنستعمل النيله الزرقاء، غنخلطهم مزيان مزيان. انا بالنسبه لهاد الخلطه كما قلت لكم اول مره كنجربها، يعني اول مره كنعمل البيافين مع النيله. والصراحه هي كيشكروا بزاف البيافين اللي كيكون مثلا محروق بالشمس ولا فيه داك الطوابع ديال الحريق ولا شي حاجه، وبزاف كيستعملها لتبييض البشره. انا الصراحه انا اول مره غنستعمل بيافين للوجه ديالي. ها نتوما راه بدا كيبس البنات، كتشوفوا بدا كينشف، بقى لي غير هنايا. ها نتوما وضروري ما تمسحوه بالفوطه، الفوطه فيها الماء دافي ومسحوا وجهكم، يعني ماشي تغسلوه هكا بالماء، نو، كتفزقوا الفوطه بالماء دافي وكتغسل وكتحيدوه. هنايا خديت واحد الفوطه، الماء دافي، ما يكون لا بارد لا سخون، يعني ماء البروده ماشي عاوتاني سخون. صافي كتبقاو تمسحوها البنات، غير كتمسحوا راه كيبان لكم الوجه ديالكم فيه واحد الصفاء اللي غزال. ها نتوما خوتي النتيجه غزاله غزاله. كما شفتوا عندي واحد الحبه في الجبهه، غنعمل هاد الكريمه، هاد الكريمه خطيره للحبوب ولا الطوابع ديال الحبوب، سيكاتريس غزاله بزاف. انا كنشريها لسلمى، هي اللي كي عندها الوجه دهني مره كيخرجوا فيها الحبوب، بهاد المره خرجت فيها هاد الحبه في الجبهه وعملت الكريمه. انا هنايا درتها غير في البلاصه وصافي، ما بغيتش ندير وجهي كامل حيتاش كما كتشوفوا الحمد لله ما فيها شي. المهم هانتوما كتشوفوا النتيجه على عينيكم. هاد الحبه كتبري حيت درت لها داك كريمه، ان شاء الله غنصورها لكم. هذيك راه خطيره للحبوب وحتى الناس اللي عندهم الوجه دهني، مزيانه بزاف للطوابع للحبوب لكل شيء. والوجه ديالي ما شاء الله ها هو النتيجه ديالو. كنصحكم تجربوا المقشر وديروا الماسك اللي درت معكم. ودابا ضروري ما نعملش فيش ديال ادغاتاسيون، ديروا كريمه ديال ريتينول ولا ديروا فيتامين سي ولا اي كريمه. الله يجعلكم ما ديروا زيت ارغان ولا شي حاجه، مهم باش ترطبوا الوجه ديالكم وصافي. البنات غندير ادغاتاسيون بهاد الكريمه هادي، معروفه مزيونه بزاف وراه ما فيها لا بارفان لا حتى شي حاجه، زوينه بزاف. والوجه العادي والبشره الجافه والبشره العاديه غندير هذا راه مزيان بزاف. كاين كريمه كبيره اللي كدار للجسم والبشره وكلشي، المهم انا كنت خديت هذه وصافي. اللي عندها الوجه جاف دير لها سكرين وتاخدها، راه مزيونه بزاف وكدير ما كاملاش 15 اورو. وبالنسبه للكريمه اللي درت للجبهه هذه ديال لا روش بوزاي راه واعره، مكتوب فيها سوان كوريكتور، يعني كتعالج الحبوب والطوابع اللي كيكونوا ناتجين عن الحبوب. غزاله بزاف كما قلت لكم، كنشريها لسلمى حيت هي وجهها دهني ودابا ساعات كيخرجوا فيها الحبوب. من النهار اللي بدات كتستعمل هاد الكريمه من الصيف، الصلاه على النبي ما بقاش وجهها رجع صافي. فيها كريمه باللون وفيها هكا ترونسبارونت. كنصحكم ديروها الا فيكم بالنسبه اللي وجهها صافي وكيخرج فيها الحبوب مره وصافي، فديرها غير في البلاصه اللي فيها الحبه، ما ديرش الوجه كامل. ولكن البنات اللي وجههم دهني وكيخرجوا الحبوب بزاف غير يديروها راه واعره. ديروها ديروا لي كرو ديالكم. ودابا غنقول لكم خليتكم على خير الى فيديو قادم. كنتمنى يا رب الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، واكيد كنطلب منكم فضل وليس امر ديروا لي واحد اللايك والتعليق زويون، وغنقول لكم باي باي.